شاء الله بقدرة ربي هذه زاد قاطعة مع تجاربي السابقة، باعتبار أن الفن المسرحي فن حي متجدد. دائما ثم هناك نظريات جديدة، والمسرح لم يتغير منذ الإغريق إلى حد الآن. المسرح هو حفل، هو هو طرح موضوع، هو فيه شخوص معناتها بروتاغونيست يا انتاغونيست باش تخلق التفاعل هذاك، معناتها كتركيبه كذهنيه انسانيه. المسرح هو المسرح، لكن المبدع بطبيعه الحال خاصه احنا في وقتنا الحاضر، كل ما نعملوه هو نقولوا انتقاء لمدارس نعرفوها منذ القدم إلى حد المدارس اللي تعرفت مليح في القرن العشرين. هذيك المصادر نتاعنا، هذيك المراجع نتاعنا، هذيك اللي نحاولوا باش ناخذوا منها الافكار والتقنيات. اكيد على خاطر ما خلقنا حتى شيء، حتى ان ثوره الانفورماتيك اللي خلقت الهولوجرام وخلقت المابينج وهذا جرى، لكن يقعد المسرح كبناء كتعبيره عندها خصوصياتها، لانه فن حي ما فما حتى تعبيره اخرى تشاركوا فيها. وبالتالي الحفاظ على خصوصيه الفن هذايا هو بالنسبه لي انا شغلي الشاغل وحفري المستمر على التعبير، على استمراريه التعبير هذه. في اطار دار سندباد، هذا معناتها الفضاء اللي الخاص اللي اخترته نظرا لاني عملت المسرح المدرسي. كنت مدرس في مدارس، عندي جمع كبير من الطلبه والتلامذه اللي تخرجوا معايا من غير ما نسميهم، يعرفوا الناس تعرف هذايا. اشتغلت في نعرف المسرح المحترف، عضو مؤسس للمسرح الوطني التونسي. لكن هل في الهياكل كلها هذه ما لقيتش الفضاء اللي انا نحب نعبر فيه على فكري، على رؤيتي الجماليه للفن هذايا. وبالتالي اسست هالهيكل هذايا اللي اسمه دار سندباد. ودلاله سندباد عندها دلاله خاصه، هو السفر المستمر، هو البحث عن المجهول، البحث عن الاشياء المتجدده. وان شاء الله اليوم باش نشوف مسرحيه بعد ال 25 مسرحيه اللي عملتهم في دار سندباد اللي عمرها 34 سنه، باش نشوف عمل اخر جديد مع مجموعه من اساتذه المسرح، لاني متعامل مع الخريجين المعهد العالي للفن المسرحي. مجموعه رائعه جدا، ثم اللي تعاملت معاه سابقا كان من تلامذتي، ثم دخل يخدم معايا في المشروع هذايا، كما يحيى الفايدي، عشرة طويلة، كما مروان المساوي اللي كذلك عنده 4 مسرحيات خدمهم معايا، ومجموعة أخرى جديدة اللي شفت من خلال أعمالهم، من خلال مشاهداتي المستمرة للمسرح، لأن نشوف برشا المسرح بحكم اللي أنا كنت عضو وكنت رئيس لجنة مشاهدة العروض المسرحية، بحيث نتنقل في كامل تراب الجمهورية ونشاهد أعمال. ثم جيل جديد قاعد يبرز، وهذه أعتقد سياستنا الثقافية الجديدة يلزم تعتني بالشباب هذين. مثلا أنا فوق الركح ستشاهدين 7 ممثلين فيهم واحد برك اللي هو لازم تقول عنده شهرية قارة، والباقي معددي فريلانس. هذه بالمنجد إشكال كبير بالنسبة للممثل التونسي. هم ممثلين رائعين، نقول ممثلين رائعين تتوفر فيهم كل شروط العمل الاحترافي، النزاهة، الصدق، المشاركة الفعالة في العمل المسرحي، الحوارات معناتها اللي فيها
تلك التغذية الراجعة، الفيدباك ما بين الممثلين بين بعضهم، ثم دينامية جديدة. وهذا نحب نخدم على كديناميك دو جروب، نحب نخدم هكايا بالشكل، نقعد دائما معناتها من خلال المشاريع توصل تعرف ايش معناها الديمقراطية، انك تجيب نص، تجيب موضوع تحطه على الطاولة، ثم تحاول ان تشرك كل المجموعة متاعك، لان هي حساسيات مختلفة، وكل ممثل عنده فكر، كل ممثل او تقني عنده فكرة، لما يمتلئ بالمشروع عنده مساهمات خارقة للعادة. وهذا المشروع وقت اللي حملوه الكل مع بعضنا ما يكون كان مشروع جميل، ما يكون كان مشروع معناتها يوصل للجمهور، يوصل لوجدان المتفرج، وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه. العمل المسرحي سياسي بامتياز معناتها، لأن المواطن العادي يمارس السياسة يوميا. يكفي أن يقول لك أن أسعار الخبز فيها غلاء مشد أو غير موجود، هو دخل في منطقة السياسة، ودخل في نقد الاقتصاد ونقد ظروف، وهذه كلها سياسة بطبيعة الحال. لكن الفن شيء آخر، درجة أخرى. هو ماهوش يأخذ، صحيح يأخذ من اليومي، ولكن يأخذ من اليومي بأدوات أخرى، أدوات دقيقة جدا، دون أن يكون هناك جانب تعليمي أو جانب ديماغوجي. لا، الفنان عنده ورؤيته تتغير إيجابيا، فهمتني؟ أكيد مسرحية سياسية بامتياز، لكن ما نحبش السياسة المباشرة، ما نحبش السياسة اللي الخطاب المباشر اللي عرفناه خاصة في السبعينات، اللي خلق نوعا من الذهنية المسرحية اللي نعتقد اللي تجاوزتها الأحداث. ثم لغة جديدة، ثم مقاربة جديدة، ثم دراماتورجيا جديدة، ثم رؤى جديدة اللي قاعدين نحثروا فيها، قاعدين بقدرة ربي نقدموا إن شاء الله. تشوف الخدمة متاعنا اللي هي مش مجرد نظريات، بل نظرياتنا كيفاش حولناها إلى ممارسة مسرحية، فرجة ماتعة. ما عادش عندنا الحق يعني نقدر إذا ربي سبحانه كل كده كما تقولوش وتستغفروا ناحيكم وتجيب عباد تغرق وتستغفر في عودكم والسيستم يا حبيبي ما تخرجش على السكايب. بالنسبة والله الشيء اللي قاعد نشوف فيه بالنسبة للمسرح التونسي، المسرح التونسي فيه أعمال معناتها ساذجة مع كل الاحترام اللي بيمارسوا فيه، لكن ثم أعمال فيها من التفكير، وفيها من الوعي بالمنجد، عندها بعد عالمي، دماغ غير مبالغة. لو كان مثلا تلقى الإطار اللي يأخذ بيدها سواء كان من القطاع العام ومن القطاع الخاص، عندنا شباب بالمنجد، شباب معناتها عنده وعي، عنده لغة لكسيك جديدة. نتصور اللي مشكل مسرحنا هو مشكل هيكلي بالأساس. معناتها نحب نقول إذا احنا عندنا معاهد عليا خرج في الأساتذة، فهمتني، وعندنا قوانين بين الظفرين، هل أن الدولة حقا أن عندها حاجتها بالمسرح ولا لا؟ تركيبة القطاع الآن فيه برشا إشكاليات، ولو أن الحلول موجودة. أما هكا السياسة اللي يقول لك يا خويا خلي هكاك خير ما تصير فوضى وتصير بلبلة، بالعكس ثم حاجات يلزم تحسم فيها باش نجم تقدم
بالخدمه نتاعك، باش تنجم تقدم بالفن نتاعك. معناتها هي كنا الحقيقه فيها ما يتقال من ناحيه السياسه الثقافيه والسياسه المسرحيه بالاساس. السياسه المسرحيه، حكايه الدعم، اشكاليه الدعم، اشكاليه الترويج، أعمال راقية جدا لما تتروج داخل الجمهورية تجد نفسها في فضاءات معناتها مهترئة، معناتها حتى ثورة كاملة بالنسبة لدور الثقافة. دور الثقافة ومراكز المراكز الثقافية هذه اللي مهترئة معناتها يعني ثم وكأنه هوني ثم نوع من الاستقالة بالمنجد. نقول لك هذه عن معرفة دور الثقافة تمشي لما تلقاها فارغة حتى من المسؤولين نتاعها. مع الأسف ندوروا في الجمهورية أنا وزملائي في كامل تراب الجمهورية معناتها ثم نادرا ما تجد مدير أو مديرة معناتها عندها الاهتمام بدار الثقافة وبالنشاط الثقافي لا بقية دور الثقافة فيها إشكال كبير والمديرين هذوما معناتها فريمون يلزم الوزارة تقيم تجربتهم ومعناتها ثم إشكال كبير معاناة كبيرة برشا. هو المخرج توا اللي يعمل مسرحية في الظرف الراهن بالمنجد تنجم كان تصفق له حتى لو كان العمل نتاعو يكون متواضع. ثم مشكل كبير معناتها باش تلقى فضاء باش تتمرن فيه معناتها برشا مشاكل. ما قال شيء عيب فوضى في مؤسسة. عيب دكتور، عيب وانا ضريب. ما قال لك شيء؟ ما قال شيء. بالمنجد يلزم ندوة كبيرة، مجلس قومي للثقافة باش نطرحوا المشاكل، أمهات المشاكل اللي نحبوا هالدولة نتاعنا هذه تتقابل، لأن ما نجموش نقدموا ما غير تشريك الفنان، تشريك المفكر في العملية الإبداعية. هذا المجلس هذايا قيمته قيمة أي المجالس اللي مجالس العسكرية أو يعني نجموا نعتبروا الثقافة وأنا نشاركك في الشيء هذا إنه هي بقيمة الغذاء وبقيمة الصحة وبقيمة الأمن. بطبيعة الحال ما تنجمش شنو اللي يميزك أنت على غيرك؟ تتميز بزيت الزيتون أو بالقمح، مش تتميز بالثقافة بالمسرح متاعك. علاش نحبوا المسرح البرازيلي مثلا أو المسرح الألماني أو المسرح المكسيكي؟ علاش؟ على خاطر الناس يعبروا على مشاغلهم بلغة متاعهم هما. ما نجموش نوصلوا باش نعبروا على 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 الروح التونسية إلا بأدوات تونسية. ولكن هذايا الفكر موجود، النية موجودة، لكن التأطير والدعم هذا منقوص برشا. ما تنجمش تعمل مسرحية اللي باش تواجه بها الإنجليزي والألماني والبرتغالي وفين ثم مسارح اللي قاعدة تقدم. هذايا ما فماش من نجملوش الوضع. أنا عندي توا 50 سنة في الميدان، عملت المسرح المدرسي، المسرح المحترف، المسرح الهاوي، المسرح الخاص، الجهوي، كل عشته. لكن نفس المشاكل، الكلام اللي قاعد نقوله لك توا راني قلته عندي سنين وسنين، شيء ما تبدل. عادش نقول لك يلزم الدولة معناتها بعد 25 جويلية بالمنجد نحب مجلس قومي معناتها للثقافة بالمنجد تتشارك فيه الواحد ويخرج دستور للواحد. ثم تكريس معناتها دعم الشباب. أنا مع هذايا بالمنجد خاطر أنا قاعد نشوف اللي في تونس عندنا شباب رايع برشا، لكن راهو ما بين هو والانخراط في مجالات أخرى فاصل شعر تفصل ما بين. الثقافة راهي حاجة مهمة للدول اللي ترنو إلى التقدم.
كي تحكي على المانيا تحكي على المثقفين وعلى الموسيقيين وعلى المسرحيين قبل ان تحكي على السياسه. هم اللي يدوموا، هم اللي صنعوا المانيا. مع الاسف ماهيش موجوده. خلينا واقف على ساقيها. كان معايا صديقي واخويا معز مرابط كرئيس، كنت كاتب معاه، عملنا حاجات رائعه برشا. تتفكروا الحدث الكبير مع حدث المنقيله في شارع الحريه، عملنا حاجات قويه. بعدش في الانتخابات عاودت طلعنا في المكتب هذايا، ما عندناش الحق باش نزيدوا نواصلوا. دونك في العهده الثالثه سلمناها للناس شو اسمه عاطف بن حسين هو الرئيس، خذ الرئاسه، هو الفريق. من وقت ما عادش نسمع عليه حد شيء ما نعرفوا عليه حد شيء. اليوم اذا نحبوا نسالوا على الاخبار الجماعيه نمشوا لعاطف بن حسين نسالوه. باش نقول لك ما فما حد شيء مع الاسف. وهذايا يا عاطف ربي يهديك. إذا عندكم حرمة شدوا فيها صحيح. إذا عندكم مشاغل هامشية تحاولوا تتجاوزوها. رانا سواء احنا في جيلنا احنا أو رانا عشنا نفس المشاكل متاعكم انتم أو أكثر، لأن ظروفكم خير من ظروفنا احنا. شدوا صحيح. وأكيد أنك اللي عنده حلمة ويحب يدافع عليها نتصور يحققها، ويناضل ويفك حقه ويفك بلاصته. هذا ضروري من حقه، والناس كلها معاه واحنا معاه. ما فماش داعي باش ينزلق او ينحرف لاشياء اخرى لا تحمد عقباه. نتمنى للشباب تونس اللي انا راني مش ننظر بالك، انا اعمالي كلها انا توا من عام 89 لحد الان مئات الشباب اللي يخدموا معايا، مئات. اتمنى الشمس